فيديو النهارده هنشوي فراخ في الفرن البوتاجاز بطريقه حلوه. معايا فرخه منضفاها وكنت نقعاها في ميه وملح وليمون، حط عليها خل، ومعايا بصلتين، ومعايا حبيتين طماطم، معايا ليمونه، فصين توم، ومعايا قرن فلفل حامي. والبهارات اللي معانا، البهارات اللي معايا زعتر، جنزبيل، معلقه ملح، بابريكا، بهارات فراخ، فلفل اسود. هنجيب الخلاط وهنحط فيه الطماطم هنحط فصين الثوم، هحط الليمونه بقشرها، واحط فلفل حامي، هنحط البصله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط التوابل اللي احنا حاطينها. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنضرب، هنحط معلقتين زيت وهنضرب الحاجات دي كلها في الخلاط. وبعد ما ضربنا البصل والطماطم والفلفل هنبتدي نحطها على الفرخه، ندعك بيها الفرخه كويس بره وجوه. بسم الله. ده شكل الفرخه بعد ما حطينا عليها الطماطم بالبصل بالبهارات اللي احنا حاطينها. هنحطها في فرن البوتاجاز على الشبكه من غير ما نغطيها ولا اي حاجه، هي تشتوي وهنشوفها بعد ما تطلع من فرن البوتاجاز. وده شكل الفرخه بعد ما حطينا عليها الطماطم بالبصل بالبهارات، ودهنا بيها الفرخه بره وجوه. حطيت جواها، ولازم تدعكيها حلو، حاطه عامله فتحات في الفرخه علشان الصوص يدخل جواها. هنحطها في فرن البوتاجاز ونشوفها بعد ما تستوي ونطلعها من الفرن. وده شكل الفرخه بعد ما طلعناها من الفرن، ريحتها تحفه ومستويه خالص معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اللحم بتاعها مستويه خالص وريحتها تحفه. جربوها بنفس الطريقه. ده كان فيديو النهارده.